السلام عليكم أعزائي المشاهدين. دابا غنهضروا على واحدة من أحدث وأفخم الماركات اللي دخلت لسوق السيارات في المغرب ودارت ضجة كبيرة في المعارض دي كازا والرباط. كنهضروا على زيكر إكس موديل 2026. هاد الكروس اوفر الكتريك بريميوم الصينية اللي جاية تهز العرش ديال الماركات الألمانية والأوروبية الفاخرة. هاد الطوموبيل دخلات بتصميم مستقبلي كيخطف العين وأرقام على الورق مرعبة، 428 خيل في النسخة القوية، وتسارع كيغلب طوموبيلات رياضية كبار. ولكن الكساب المغربي الذكي فاش كيشوف 100% إلكتريك في ماركة جديدة كيطرح أسئلة حقيقية خاصنا نجاوبوا عليها بالورقة والقلم. شكون هي هاد العلامة في الأصل؟ واش عندها علاقة بالمجموعات الأوروبية الكبار بحال فولفو؟ واش الشوراج والبطارية غيصبروا في الطرقان ديال المغرب ولا غيولي عذاب في السفر الطويل؟ بقاو معايا حتى الاخر حيت دابا غنفرتيكو كاع الاسرار التقنيه ديال هاد الماكينه. واول مفاجاه غنبداو بها هي الشاصي والقلب النابض ديالها في الفقره الجايه. اجي دابا نكشفوا السر الاول اللي خاص كل مغربي يعرفه قبل ما يحط رزقه في الطوموبيل. شركة زيكر هي العلامة الفاخرة التابعة لمجموعة جيلي جروب الضخمة، وهي نفس المجموعة اللي مالكة الفولفو والبولستار. يعني الزي اي كي ار اكس مخدومة على المنصة الكهربائية المتطورة الاس اي اي بلاتفورم، وهي نفس الشاسي والمكونات التقنية اللي مقسومة ديريكت مع فولفو اي اكس 30. كتعطيك اختيارين في المحركات. النسخة الأولى بدفع خلفي RWD بمحرك كهربائي واحد كيخرج 272 خيل و 343 نيوتن متر العزم. والنسخة الثانية بدفع رباعي EWD بزوج محركات كهربائية كيعطيو قوة خيالية كتوصل ل 428 حصان و 543 نيوتن متر العزم. هاد القوة كتعطيك تسارع جبار من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة في 3.8 ثانية فقط. ولكن السؤال المعقد، واش هاد البطارية والشوراج غيتحملوا الحرارة والسفر الطويل في لوطوروت المغرب؟ اجي نشوفوا الاداء الواقعي والاوتونومي في الفقرة الجاية. دابا وصلنا للصح والفيرتيك فالبطارية والتوفير الحقيقي في المغرب. طوموبيل فيها بطارية بتكنولوجيا ال NMC سعتها 66 كيلووات في الساعة، كتعطيك مدى في الأوراق كيوصل ل 440 كيلومتر في اختبارات WLTP. ولكن في الواقع وعلى الطرقان المغربية في لوطوروت بسرعة 120 كيلومتر في الساعة مع الكليماتيزاسيون خدام، المدى الحقيقي كيكون في حدود 320 حتى ل 350 كيلومتر، وهو مدى ممتاز للسفر بين المدن الكبار في المغرب. في وسط المدينة الاستهلاك كينزل بزاف وتقدر تمشي بصفر درهم إيسانس. ومن ناحية الشحن طوموبيل كدعم الشارج غابيد دي سي بقوة كتوصل ل 150 كيلووات، يعني تقدر تشحن البطارية من 10% ل 80% في حدود 28 دقيقة في محطات الشحن السريع في لوطوروت. وزيد عليها أحسن خبر في الأوراق في المغرب، الفينيت أو الضريبة السنوية بصفر درهم حيث الطوموبيل 100% إلكتريك. ولكن واش هاد الصالون المستقبلي لداخل كيستاهل هاد الفلوس؟ اجي ندخلو لداخل في الفقرة الجاية. غير كتحل الباب وغتحس براسك الطوموبيل جاية من المستقبل. الصالون عامر بالجلود الفاخرة والفينيسيون نظيفة بزاف بدون ازرار كلاسيكية. القدام عندك شاشة عملاقة، في الوسط الاكران سنترال بحجم 14.6 بوصة سريع بزاف في الاستجابة. والامر الغريب في التكنولوجيا ان الشاشة تقدر تحركها الكترونيا بسلايد من الوسط لجهة الباساجير باش يتفرج في الميديا. طوموبيل فيها نظام صوتي عالمي من ياماها
ب 13 أو باغلور مع شاشة عرض على الزجاج الأمامي الهيد اب ديسبلاي بتقنية الغياليتي اوغمونتي. الكراسي القدام فيهم التهوية الفونتيلاسيون التسخين والماساج، والمساحة الداخلية معقولة بزاف لعائلة صغيرة بفضل امباطمون طويل دي 2.75 متر. ولكن واش هاد الطوموبيل عامر الكترونيك بهاد الشكل آمنة في الطرق؟ اجي نكتشفوا أنظمة الأمان في الفقرة الجاية. فجانب الأمان والسلامة بحكم العروق دي فولفو اللي في الشاسي، زيكر اكس جابت أحدث مكاين في التكنولوجيا العالمية. طوموبيل جابت 5 إطوال في اختبارات الأمان الأوروبية اليورو NCAP، مجهزة ب7 ايرباكز الهواء مع هيكل من الصلب المقوى حامل البطارية في أسفل الشاسي، وفيها نظام قيادة شبه ذاتية ADAS Level 2 كي يعتمد على كاميرات ورادارات متطورة. فيها الريغولاتور دو فيتيس ادابتاتيف الذكي، نظام الحفاظ على المسار المانتيان دون لا فوا، نظام الفرملة الطارئة الفريناج دورجونس اوتوماتيك، ونظام مراقبة النقطة العمياء الديتكتور دونغل مور. والأهم في الباركينج كاميرات 360 دوغري بدقة عالية بزاف. هاد الأنظمة الإلكترونية كتعطيك أمان مطلق في الطرقان الضيقة ولا في السفر. ودابا وصلنا للحساب الحقيقي بالورقة والقلم. شحال الصيانة، قطع الغيار، وقيمة إعادة البيع في المغرب؟ اجي ندوزو للفقرة الجاية. اجي دابا نحسبوها بالورقة والقلم، حيت اي واحد كيشري طوموبيل كهربائية في المغرب كيتساءل على الصيانة والمستقبل. نقطة القوة الأولى هي أن الانتروتيان في الطوموبيلات الكهربائية رخيص بزاف مقارنة بالحراري. ما كاينش الفيدونج، ما كاينش بوجي، وما كاينش فلتر مازوت. الموزع الرسمي في المغرب كيعطي ضمانة طويلة توصل ل5 سنين ولا 150 ألف كيلومتر على الطوموبيل، و8 سنين ولا 160 ألف كيلومتر على البطارية والسيستم الكهربائي. من ناحية قطع الغيار الاستهلاكية راه متوفرة في الوكالة الرسمية، ولكن الحقيقة المسكوت عنها في سوق المستعمل أو الأوكازيون. الطوموبيلات الكهربائية والماركات الجديدة في السنوات الأولى كتاكل شوية ديكوت قصاص الثمن في إعادة البيع. يعني إلا كنتي باغي تبيع مورا عام ولا عامين غتخسر شوية الفلوس مقارنة بالماركات الكلاسيكية. ودابا وصلنا للحظة الحاسمة، شحال الثمن الرسمي في الوكالات في المغرب؟ اجي نشوفوه في الخلاصة الأخيرة. وصلنا للمفيد واللاصق. زيكر اكس 2026 هي طوموبيل متكاملة في الفئة الفاخرة البريميوم إلكتريك، كتعطيك قوة خيالية ض 428 CH، شاسي آمن بجينات فولفو، صالون مستقبلي بشاشة متحركة، وضريبة سنوية فينيت ب0 درهم. دابا غنهضروا على الثمن الحقيقي في الميزون في المغرب. فئة بريميوم RWD دفع خلفي 272 CH كتبدا تقريبا من 39 مليون سنتيم 390 ألف درهم. فئة فلاج شيب AWD دفع رباعي 428 CH المفركعة كتدور في حدود 44 مليون سنتيم 440 ألف درهم بقاع الأوبسيون. بهاد الثمن والمواصفات كتعطيك رابور كاليتي بري صعيب تلقاه عند المنافسين المباشرين بحال BMW EX1 ولا فولفو EX30 اللي كيتفوقوا عليها في الثمن الغالي. دابا الكرة في لعبكم، واش بهاد القوة ديال 428 خيل والشاسي د فولفو يبان لكم منطقي توكلوا على الله ودوزوا لهاد الزيكر اكس، ولا مازالين خايفين من 100% إلكتريك في المغرب وتفضلوا السيارات الحرارية؟ سؤالي لكم اليوم ونناقشوه معايا في الكومنتير.
واش دابا تزعموا على زيكر اكس بهاد الثمن والمواصفات؟